30 سنة عدوا، والنهاردة وأنا داخلة على سنة جديدة قررت أشارككم خلاصة السنين دي، بما إن ده شهر عيد ميلادي وتميت 30 سنة. فحبيت أقول لكم 30 حاجة اتعلمتهم في 30 سنة، حاجات فرقت معايا كتير وغيرتني وساعدتني أعيش حياة أحسن وأبقى مرتاحة أكتر. لو انتي في العشرينات او حتى في التلاتينات او حتى في الاربعينات او في اي وقت كنتي، ممكن تلاقي نفسك في واحدة من النصايح دي، ولما تعمليها تفرق كتير في حياتك. ويمكن الفيديو ده يختصر لك وقت كتير وتجارب. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنقدم فيها محتويات عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا على الفيديو. أول حاجة، ابسطي نفسك، تستنيش حد يبسطك، تسحي نفسك، خرجيها، جيبلها هدية وابسطي نفسك على الآخر. تاني حاجة، متتوقعيش حاجة من حد ولا تعلي سقف توقعاتك، لان ده بيخليكي تتضايقي وتزعلي لما توقعك والحاجة اللي في دماغك ما تحصلش. ما تتوقعيش حاجة من حد، ابسطي نفسك. تالت حاجة، اوعي تصدقي كل اللي بتسمعيه. معظم الناس بتأفور وبتحط التاتش بتاعها وبتفخم الموضوع، سواء في الحاجة الحلوة فبيفخموا الحلوة او بيأفروه، او ساعات في الحاجة الوحشة. ومعظم الناس بتفخم وبتأفور في الحاجة الوحشة اكتر يعني. فما نصدقش اي حاجة نسمعها. رابع حاجة، دون اي فكرة تجيلك حتى لو مش عارف هتنفذها امتى او ازاي، بس تدونها، اكتبها في اي نوت بوك معاك على طول. اكتبها وهيجي الوقت المناسب اللي هتنفذها فيها. صدقوني انا عملت الموضوع ده، وممكن بعد سنة او 2 على بال ما الفكرة اللي انا كونتها او كتبتها اتنفذت. فدون اي فكرة تجيلك مهما كانت صغيرة. 5، اتعلم تقول لأ وتعتذر بشياكة. 6، تجاهل اي حد ينتقدك عادي، طالما الانتقاد ده مش فيك فعلا، او حاسس ان هو بينتقدك عشان يضايقك او يحبطك او يزعلك، فانت تجاهله خالص، ولا كأنك سمعه ولا كأنك شايفه، وما تردش احسن كمان عليه، عارف، ولا اي حاجة خالص، ولا كأنه موجود. 7، انت مش متأخر، انت في الوقت المناسب اللي ربنا كاتب لك انك تكون فيه. وعملنا فيديو مخصوص عن الموضوع ده. انتوا مش متأخرين، ده وقتكم مناسب، وكل حاجة ربنا عاملها لسبب، واخرها لك لسبب، او جابها بدري لسبب برضو. فانت مش متأخر، وانزلوا شوفوا الفيديو هتلاقوه في الديسكريبشن. 8، استثمر في صحتك، سواء في الاكل الصحي، في الفيتامينز، في الرياضة، في اي حاجة. رغم ان انا اوفر ويت اصلا، حتى لو انت اوفر ويت حاول تاخد بالك من صحتك، وحاول تهتم بصحتك واهتم بجودة اكلك. حتى لو انت مش عارف تعمل دايت او مش عارف تخس، حاول برضو ان انت تاكل اكل صحي شوية، خضار، فاكهة، بروتين. اهتم قوي بالموضوع. 9، صباح انجاز بجد. فعلا ما بعرفش اعمل اي حاجة بالليل، حاولت كتير يعني، بس بحس ان انا مخي بيقف وان انا بعطل وما بقدرش اعمل اي حاجه. يعني ما تلاقوني ما اعرفش اغسل بالليل، ما اعرفش اعمل مواعين بالليل، ما اعرفش اذاكر بالليل، ما اعرفش كده. تحس ان انا مخي بيقف، بحس ان انا بالليل ده بيجي يعني اخري اقعد كده اريح، اقعد العب مع العيال شويه وننام، خلاص نحكي قصه، اتفرج على فيلم كرتون حلو قوي. لكن ما بقدرش اقوم اعمل حاجه بالليل، ما اقدرش اقعد افرهد نفسي بالليل بصراحه. ويعني سبحان الله، يعني ربنا بيقول وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. فلو عايزين تنجزوا اي حاجه او تحققوا اي حاجه، الصبح ده احسن وقت، وربنا بيوزع الارزاق الصبح. 10، لا تقارن نفسك باي احد، كل واحد عنده ظروفه، حياته الخاصة، شخصيته اللي بتميزه عن اي حد تاني، مهاراته، قدراته. احنا كلنا مختلفين، مفيش حد شبه التاني. فما تقارنش نفسك باي حد، وما تقارنش نفسك بموسم حصاد الاخرين. يعني هم تعبوا وحققوا وبذلوا جهد
قبلك فهم لازم يوصلوا قبلك، فطبيعي يعني، فما تقارنش نفسك بحد. 11 الموضة لا تناسب الجميع. اتعلم تلبس اللي تحبه ويريحك ويليق عليك. ركز على الموديلات والالوان البيزك السادة دي بتليق على كل حاجة، ان انت تلبس الحاجة المريحة بالنسبة لك حتى لو مش احسن حاجة، بس المهم ان انت تبقى حاجة مريحة وشيك، والوان بيزك بتليق على كل حاجة. ممكن الطرحة تبقى هي منقوشة او كارديجان منقوش وبقيت الدنيا بيزك، الموضوع هيبقى شيك ومريح جدا. 12 جرب حاجات جديدة وكتيرة، جرب اكل جديد، مكان جديد، نشاط جديد. الموضوع ده فعلا حلو جدا وبيحسسني بالانجاز وبالسعادة. هتلاقوا على القناة هنا الحاجات اللي انا جربتها معاكم. ما تنسوش بقى تتابعوا القناة وتدوسوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا التجارب الجديدة اللي احنا بنعملها سوا. ولو حد عنده اي اقتراحات عن اي تجارب مختلفة وجديدة اكتبوها لي في الديسكريبشن عشان نعملها مع بعض. 13 القراءة بتوسع الفكر والمدارك وبتطور الشخصية. حتى لو انت مش واخد بالك ان شخصيتك بتتطور، فشخصيتك بتتطور غصب عنك وبتخليك تعيش تجارب اكتر من حد. فالقراءة مهمة، واقرا في اللي تحبه. ونصيحة سمعتها من واحد يعني يوتيوبر بيقولك يعني خلاص انت ما تخليش نفسك تقرا الكتاب غصبا عنك. لا خلاص، انت قريت نص الكتاب وما عجبكش ارميه، قريت 10 صفحات من الكتاب بس مش 10 صفحات، يعني حاول تدي الكتاب فرصة اكبر. يعني وصلت لربع الكتاب ومش حاسس ان انت قادر تقراه، ما تكملوش، ما تحسش بالذنب ان انت مش قادر تقراه، خلاص يبقى الكتاب ده مش مناسب ليك، ما تكملوش. 14 عيش الحاضر وعيش اللحظة الحالية. عيش اليوم بيومه وعيش اللحظة اللي انت فيها دي. ما تفكرش في الماضي عشان ما تتضايقش وما تتعبش وما تتحسرش لو في لحظات حلوة عشتها اكتر في الماضي ومش موجودة دلوقتي. وما تفكرش برضو في الحاضر قوي، يعني عارف، نظرة خفيفة لورا نظرة خفيفة لقدام كده، بس عيش اللحظة الحالية زي ما هي ماشي. فكر في دلوقتي، محدش عارف احنا نبقى موجودين بكرة ولا لأ، والماضي ده عمره ما هيرجع، فمش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب، فخليك في اللحظة الحالية. 15 الراحة متعب، والحياة بدون تعب وإبداع وإنجاز مملة وكئيبة ومتعبة. فحاول تشغل نفسك بأي حاجة، مذاكرة، كورسات، أي حاجة. لكن انت تقعد تأنتخ كده صدقني هتتعب وهتزهق وهتمل الموضوع مش هيبقى لطيف خالص. حتى لو انت ما عندكش حاجة تعملها، نخرب كده ودور على حاجة تعملها. خد كورس في اي حاجة، اي كورس حتى لو بعيد عن المجالات اللي انت او المجال بتاعك، هو هيفيدك سواء انت حسيت بالافادة دلوقتي او ما حسيتهاش، فكده كده هتستفيد. فالموضوع مش هيخسر خالص، واليوتيوب مليان كورسات مجانية بالهبل. خد الكورس اللي يعجبك. فالراحة متعبة، ما تفضلش قاعد كده تسكرول على الفيسبوك والانستجرام وبس. الامتنان عملنا فيديو عنه، لازم نشكر ربنا ونسجل 3 حاجات انت ممتن ليها يوميا، وهتلاقوا فيديو عنه كامل هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. 17 انا استطيع. طالما ربنا حط فيك حاجة او حط جواك رغبة ان انت تعمل حاجة معينة، فانت هتقدر تعملها بالسعي والدعاء. ان شاء الله هتحقق اللي انت نفسك فيه، بس انت اسعى. يعني مش مجرد ما الحاجة جواك انا نفسي اعمل كذا وانا قاعد مكاني ما بعملش حاجة، لا، طالما نفسك تعمل حاجة اسعى ودور ونخرب وشوف هي بتتعمل ازاي واعملها. 18 ما تديش حاجة اكبر من حجمها. خد الامور ببساطة، والكلام ده ينطبق على الحاجات والاشخاص وكل حاجة. ما تديش الموضوع اكبر من حجمه خالص، حط كل حاجة في حجمها الطبيعي عشان انت ما تتعبش. 19 السعادة اختيار، انت اللي بتختار اذا كنت تخلي نفسك سعيد او تعيس. ولو ما كنتوش شفتوا فيديو فيتامينات السعادة هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، انزلوا شوفوه. 20 قول لنفسك كلام ايجابي، بلاش جلد الذات وبلاش سلبية. اتكلمنا برضو عن الموضوع ده بالتفصيل في تلخيص كتاب الكلام اللي بنقوله لنفسنا، هسيبه لكم برضو تحت في الديسكريبشن، يبقوا بصوا عليه. 21 كبر دماغك وطنش، فوت وعدي. في ناس احسن حاجة واسلم حاجة ان انت ما تجادلهاش. كلمة انت صح، وانك تريح دماغك من النقاشات وجدالات كتير عشان تطلع انت اللي كسبان صحتك النفسية والجسدية. لان في ناس اصلا مناقشتهم هتتعبك وهتخسرك نفسك ودماغك وصحتك ونفسيتك.
فكلمة انت صح دي والله سحرية سحرية. 22 خدوا كورسات يا جماعة في اي حاجة وكل حاجة، كورسات كتير قوي مجانية، وقلنا النقطة دي في نقطة فوق، بس يعني خدوا كورسات في كل حاجة مجانية، وفي حاجات بأسعار رمزية وفي حاجات بأسعار رمزية. انا مثلا خدت كورسات كتير في حاجات زي تسويق ومونتاج وفوتوشوب ومفاوضات، وخدوا كورسات كتير جدا لغاية لما تكتشفوا نفسكم وتعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. وحتى لو معرفتوش الكورس ده لازمته ايه او فايدته ايه، فانتوا كده كده تحتاجوه في يوم من الايام، سواء انتوا خدتوا بالكم ان انتوا استخدمتوه او ما استخدمتوهوش. بتضيف للبني ادم حتى لو ما استخدمهاش، هتحسنك وهتطور من نفسك حتى لو انت ما خدتش بالك. 23 ما تشخصنوش الامور يا جماعه، مش كل حاجه ناخدها بشكل شخصي، ما تاخدوش الموضوع على نفسكم. لو حاجه اتقالت مش ما تاخدهاش على نفسك، كبر دماغك عشان انت ما تتعبش. كبروا دماغكم، قلنا كبروا دماغكم كتير قوي في الفيديوهات، بس فعلا يعني من اسرار السعاده وتريح الدماغ ان انت تكبر دماغك. عدي كل الحاجات دي. 24 طيب خاطر اللي قدامك، حتى لو مش انت السبب في حزنه، بس انت لما تهون عليه بكلمة او بطبطبة او تقوله ما تزعلش، طب حقك عليا انا، حتى لو انت مش السبب في ان هو زعلان، هو هيهدى وهيشيلها لك والله، هتبقى بوينت ليك عنده، وانت كمان هتحس بالراحة النفسية، وكأنك انت طبطبت على نفسك كمان لما تطبطب على غيرك كده وتطيب خاطره بكلمة كويسة. 25 الفرص لا تنتهي، دايما في وقت انك تتعلم حاجة جديدة، تغير مجال دراستك، تطور من مهاراتك، تعمل حاجات بتحبها. ما تحبطش نفسك وتقول انا كبرت وتقول العمر عدى، لا، دايما في وقت لكل حاجة، وانك تجرب حاجات جديدة وانك تطور نفسك، ما تستسلمش وما تيأسش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث شريف: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. تخيل انت لدرجة ايه، اللي هو خلاص القيامة بتقوم وانت معاك زرعها والقيامة بتقوم، هي لا هتكبر ولا هتطلع ولا يحصل اي حاجة، بس شوفوا لدرجة ايه. فما تقولش انا كبرت، ما تقولش العمر عدى، ما تقولش العمر فات، اتعلم وجرب حاجات جديدة وطور من نفسك. 26 الكنز في الرحلة، ده بجد والله. السعادة في الرحلة مش في الوصول. انت مجرد ما توصل للحاجة اللي انت نفسك فيها هتحس ان السعادة لحظية كده وخلاص والموضوع هينتهي، لكن انك تنبسط بالرحلة سواء ايا كان بقى، يعني رحلة مذاكرتك، رحلة تعلمك، رحلة نزولك في الوزن، بيجي لحظات قوة لحظات ضعف كده، هبوط ونزول. حاول بقى تنبسط باللحظات دي، لحظات القوة ولحظات الضعف ولحظات الهبوط والنزول، لان مجرد ما اساسا ما تحقق الحاجة اللي انت نفسك فيها خلاص الموضوع السعادة بتبقى لحظية يعني. 27 حبي نفسك وثقي فيها، لانها تستاهل ان هي تتحب، ولازم تقدريها، لان نفسك دي اللي معاكي على طول، اللي عايشة معاكي، ونفسك دي شاملة بقى كل حاجة فيكي، شكلك، وشك، جسمك، كل حاجة، شخصيتك طيبة، دمك خفيف. حبي نفسك وقدريها. صدقوني المعلومة دي عرفتها متأخر. تقدر نفسك وتحب نفسك وتفتخر بكل حاجة فيك، ده هيساعدك انك تحقق وانك تنجز وانك تعيش مبسوط وفي سلام داخلي على طول. فحبي نفسك لانها تستاهل ان هي تتحب. 28 الكمال لله وحده، ما فيش داعي بقى للمثالية وان كل حاجة عايزها بيرفكت و A1، يعني الموضوع ايه، ما ملوش اي لازمة اصلا، وعمر ما حد هتلاقي حد كامل، كلنا مليانين عيوب وديفوهات، وكل حاجة انت هتعملها مهما كنت حاسس ان هي معمولة صح، ومهما تحاول ان انت تعملها صح، عمرها ما هتطلع بيرفكت 100%. مفيش حاجة كاملة ومفيش حاجة مثالية في الدنيا دي كلها، فما تشيلش نفسك فوق طاقتها وما تحملهاش فوق طاقتها. 29 محدش بياخد كل حاجة، لازم تدفع التمن بقى، يعني تمن النجاح، المذاكرة والتعب، تمن انك تخس، انك تتعب وتعمل رياضة وتلتزم بالاكل الصحي، حاجات كتير، تمن ان انت يبقى معاك فلوس انك تحوش وتستثمر وتشتغل. محدش بياخد كل حاجة، ولازم تدفع حاجة مقابل ان انت تاخد حاجة. يعني واحدة عايزة تحقق ذاتها مثلا وتشتغل وتعمل وتسيب العيال بقى في البيت ما يبقوش موجودين معاها، او واحدة العكس هتقعد مع العيال فهي مش هتشتغل ومش هتنجز، يعني مش هتشتغل شغل بره، مش هيبقى معاها فلوس ليها هي مخصوص. يعني بصوا كل حاجة
بتدفع تمنها، فمحدش بياخد كل حاجة، وشوف انت قادر تدفع تمن ايه عشان تاخد ايه بداله. هي معادلة كده بسيطة، عشان ايه؟ الحياة مش عادلة، ولازم كل حاجة تاخدها يبقى لازم هتدفع التمن. 30 الفشل بداية النجاح. مهما فشلت لازم تحاول تاني وتالت وعاشر ومليون في نفس الحاجة أو حاجة مختلفة. غير بقى الخطة، غير الهدف، ممكن تنجح في هدف تاني. موضوع يعني عادي، جرب حاجات كتيرة. أنا قلت موضوع جرب حاجات كتيرة دي كتير قوي، بس فعلا والله يعني التجربة خير دليل. لو ما نجحتش في حاجة جرب في حاجة تانية، جرب في حاجة تالتة. وعملنا فيديو حلو قوي بعنوان كيف تفشل في كل شيء لتحقق النجاح، هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، انزلوا شوفوه. بيكون الفيديو عجبكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واكتبوا لي ايه الحاجات اللي الحياه علمتها لكم. بس ولو انتوا وصلتوا لحد هنا فشكرا جدا ليكم وبحبكم قوي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.